الكرش تعال اقول لك تحله ازاي في خطوات بسيطه. رقم 1 عاداتك الغذائيه، فطارك يبقى قبل الساعه 12، غداك قبل 5، عشاك قبل الساعه 9. رقم 2 في عاداتك الغذائيه انك لازم النشويات تبقى بالنهار، ويفضل في الفطار مش في الغداء ولا العشاء. رقم 3 في عاداتك الغذائيه لازم تزود الوجبات النيجاتيف كالوريز زي كرفس، البقدونس، التفاح الاخضر، وهقول لك في الكومنتس انواع تانية كتير لو انت حابب. عاداتك اليوميه، كل ساعه قاعد فيها على مكتب قوم امشي 5 دقايق. طول ما انت قاعد حاول تشفط بطنك، لان ده يعتبر ستاتيك اكسرسايز، اول تمرين يتعمل لعضلات المعده. لازم تعالج الحالات المرضيه المرتبطه بتجميع دهون في منطقه البطن. الكوليسترول العالي بيجمع دهون في منطقه البطن، مرضى تكيسات المبايض في السيدات طبعا، السكر والفاتي ليفر الدهون اللي على الكبد بيجمع دهون في منطقه البطن. دول حلهم سهل بانتظامك مع دواك، ولو اخذنا دواء الهوماجان هيفرق جدا معانا في الموضوع ده. الرياضه نص ساعه متواصل يوميا، ابسط حركه ممكنه هتبقى مفيده جدا 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 بالنسبه لنا. المشاريب والاعشاب زي الشاي الاخضر زي البردوش، انها بتجري الدوره الدمويه وبتحافظ على جسمك مظبوط، مش حابس ميه زياده. العوامل دي كلها هتقضي على كرشك في خطوات بسيطه، وبعد شويه قول لي كرشك بقى عامل ازاي.